طيب نشوف كمان تقرير ومن مشروعات مؤسسة فذكر المية، سواء بقى أبار مية أو إن احنا ندخل مواسير مية للبيوت. تعالوا نشوف التقرير ونرجع لكم. احنا معاكم النهارده في مؤسسة فذكر، بننزل على أرض الواقع علشان نوريكم الحاجة بنفسكم وتشوفوا بعينيكم. احنا النهارده في 25 والناس لحد دلوقتي أنا مش متخيل إن أنا نزلت وشفت المنظر ده. الناس بتشتري المية ليه؟ علشان كوباية المية اللي عندهم في البيت، يعني سوري ان انا اقول لكم انها ما تتشربش. يعني انا هجيب كوبايه ميه دلوقتي عشان اشربها، حضراتكم هتشوفوا بنفسكم. ممكن كوبايه ميه يا حبيبي بعد اذنك؟ يعني حضراتكم ليكوا تتخيلوا ان دي كوبايه الميه اللي ممكن تتشرب هنا. دي كوبايه الميه اللي الناس بتشتريها هنا، بتشربها هنا سوري، علشان كده بيشتروا الميه. يعني ليك ان انت تتخيل ان احنا في 25 وبيشربوا الميه دي. زي ما قلت لحضراتكم، انا بدعوكم للمشاركه، كلنا في ايدينا في ايدين بعض، لان مؤسسه تذكر هتعمل ده بحضراتكم، هتوصل لكل البيوت دي بحضراتكم. مش هتقدر تعمل حاجه لوحدها، ايدينا في ايديكم هنقدر نعمل. علشان كده مؤسسه تذكر عامله مبادره جميله قوي اسمها خيرك وصل، اسمها خيركم وصل وخيرك وصل. هو بيوصل عن طريق مؤسسه تذكر. حضرتك تقدر تنزل معانا وتشوف خيرك بالظبط وصل للمستحقين ولا لا. لما نوصل وصلا لحد، نعمل بير في شارع يخدم الشارع كله، نعمل بير قدام مسجد ويخدم المصلين ويتوضوا ويعملوا كل حاجه، من ان هم يقفوا طوابير ويشتروا الميه دي، او يمشوا كيلو واثنين وثلاثه علشان يشتروا جيركن ميه. تقدر تنزل وتشوف وتشارك معانا الفرحه اللي بنشوفها في عيون الناس. دلوقتي مؤسسه تذكر اتاحت لك الفرصه بكل الوسائل، بكل طرق التبرع، كل وسائل التبرع. ممكن فودافون كاش، بنك مصر، البنك الاهلي، انستا باي. ممكن تتصل بينا، المندوب هيجي لحضرتك وهيديك ايصال مختوم رسمي. حضرتك بتستلم الايصال وبتخلي الايصال معاك ضمانا لحقك لحد ما البير يتنفذ، ونبعت لحضرتك كل خطوه عملناها موثقه في البير، بنبعتها لحضرتك خطوه خطوه. خطوه تنزيل الماسوره، خطوه اعداد الحنفيات، المباني، الخزانات، كل الخطوات دي هنبعتها لحضرتك خطوه بخطوه لحد ما حضرتك تستلم البير. ده كله احنا بنعمله عشان نرفع المعاناة عن أهالينا، لأن مجرد إن هو عنده بس ممكن يكون عنده ترومبة وخلاص اتوقفت عن الشغل، هو مش قادر يصلحها، ما عندوش مية، خلاص كان ده مصدر المية الوحيد اللي عنده. أطفالنا اللي بيطلعوا ورا أهاليهم علشان يجيبوا المية من بره مش قادرين. ده احنا بنطلب من حضراتكم تحطوا ايديكم في ايدينا علشان نقدر نرفع عنهم كاهل المعاناة دي، وتكونوا سبب في فرحتهم وفي سعادتهم. شارك معانا واتصل بينا على الأرقام التالية وهيوصلك مندوبنا لحد باب البيت.